السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا اجمل اخوات؟ وحشتوني كتير وجايلكم النهارده في فيديو جميل. الفيديو المعتاد في الجو اللي احنا داخلين على حملة فريزر ديت، واحنا في قلبها فعلا. جو ساقع جدا 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 جدا، متلجين مش قادرين نقوم حتى من تحت البطانية. جو ساقع جدا، يعني احنا واقفين لابسين كابتشو ولابسين حاجات قد كده في المطبخ، عايزين اي حاجه تدفينا في الجو ده. الصراحه هنعمل ايه؟ هنعمل عدس النهارده بقى بطريقه تحفه تحفه تحفه، وهيبقى جميل ومغذي وهيبقى غني جدا بكل الفيتامينات. وكمان ايه، هنعمله بطريقه حلوه هتخليكي اللي ما يحبهوش يحبه. قبل اي حاجه نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. لسه مشتركش معايا في القناه ينزل يشترك ونضغط لايك ونعمل كومنت حلو. بصوا يا جماعه، الاول حاجه ايه، قعدت انا ما نزلتش اول جو ساعه جدا، قعدت جبت بتنجان، جبت جزر، وجبت بقى ايه العدس بتاعي، وجبت كل حاجه زي ما انتم شايفين اهو. تعالوا نبدا بقى كده نشوف هنعمل العدس بتاعنا ازاي بالطريقه بتاعت النهارده. بصوا، اول حاجه هجيب الجزر، مش هقشره لان انا عايزاه بقشره. قطعنا الجزر وكمان حطينا بصلايه. وتعالوا دلوقتي نعمل ايه، نقشر كام فص ثوم برده كده معانا. وطبعا دي كوبايه عدس كبيره زي ما انتم شايفين كده، ده فوق الربع بشويه، يعني الكوبايه دي بتبقى ازيد من الربع، حاجات بسيطه جدا. هنقشر بقى كام فص ثوم كده. بصوا كده، قطعت الجزر والبصلايه، هنغسلهم بقى غسله حلوه كده. غسلنا العدس اهو، هنضيفه في الحله، هننزل عليه بالجزر، كام فص توم، هقطع البصلايه سكينه زي ما انتم شايفينها كده. جبت طماطميه حلوه كده، تمام. هنزل بقى بالميه من الفلتر، كميه ميه معقوله كده، بحيث اللي هي ايه، دي الميه اللي هتسوي العدس وهتسوي الجزر وهتسوي الحاجه. بصوا زي ما انتم شايفين كده. اهو هضيفه بقى، هولع عليه البوتاجاز وهسيبه بقى لحد ما يستوي معايا، واوريكم بقى بعد ما يستوي شكله عامل ازاي. يلا بقى نعمل طريقه بتنجان تحفه. هنعمل معاها بتنجان مقلي بالخل والثوم بطريقه حلوه قوي، وبيبقى طعمه تحفه. بنعمله بطريقه جميله كده. وتعالوا مع بعض اقول لكم الطريقه. هجيب البتنجان وهقطعها كده، هقشرها مؤاخذه يعني. قشرناه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهنديله شطفه كده. بعد كده بقى هقطعها، بصوا بقطعه كده، يعني بقطعه، ما بقطعش اكتر من حجمه. الحجم ده بحبه قوي لما بقطعه، بتبقى حلوه قوي في اقليها، ما بتشربش معايا زيت ولا اي حاجه. لما تبقى البتنجانيه سمكها تخين بتشرب معاكي زيت بكميه فظيعه. كمان هنضيف عليها دلوقتي حاجه مش هتخليها تشرب معاكي اي كميه زيت خالص، هتبقى معاكي حلوه جدا.
قطعت الكميه كلها. هضيف بقى على حبه ملح كده. الملح بينزل اي سوائل في قلب البتنجان عشان ما يخلوش يشرب معايا الزيت. هركنه بقى شويه وبعد كده نرجع نقليه. قرن فلفل جميل كده، سبايسي على بارد. نقليه برضو معاه. جهزت الفلفل وجهزت البتنجان وهركنهم كده. الميه اللي نزلتها مش شايفين، نصفيها بقى الميه دي كلها. مره ومعانا نصفيه كويس، نحطه في مصفى كمان عشان الزيوت. خلاص بقى الكميه كلها ونرجع لكم تاني. كل ده بقى يستوي وبعد كده ايه نضربه في الخلاط. هنشرب احلى شوربة عدس النهارده، اكلة كل المصريين. بصوا الجمال. احنا قلينا دلوقتي اهو البتنجان والفلفل وحطيناه تحت طبق يتصفى. هنعمل بقى ايه زي يعني التتبيله بتاعه البتنجان والفلفل. هنعملها بطريقه حلوه قوي. بص هنجيب قرن فلفل كبير او قرنين متوسطين زي دول وكام فص ثوم. هنحط حبه كمون، حبه كمون حلوين كده، حبه ملح، تمام. هندق بقى ده كده كده. هنجيب بقى الخل، نحط بقى حبه خل حلوين كده اهو. شايفين التتبيله دي بتودي البتنجان والفلفل في حته تانيه خالص. الصراحه طعمهم تحفه تحفه تحفه. هنفضي بقى الفلفل والبتنجان بتاعنا هنا في حاجه غويطه شويه. هنجيب بقى اللي احنا عملناه ده نرشه كده.
حلوه بسيطه كده، نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، يبقى ايه عشان كله يتشرب في قلب التتبيله بتاعتي. ريحته مش قادره اقول لكم عامله ازاي، مش قادره اوصف لكم ريحته وجماله عامله ازاي، ده في حته تانية خالص. هسيبه بقى شويه كده، وكده خلاص جاهز على الاكل. خلي الثوم مخليه طعمه وريحته مش قادره اقول لكم عامل ازاي ده. بصوا الجمال. هعمل بقى ايه، اسيبه. بصوا الصوص بقى اللي تحت ده اللي هو الخل، هسيبه بقى يتشرب معايا شويه، وبعد كده ايه هعمل العدس بتاعي اضربه في الخلاط. جاهز بقى الخلاط. اوريكم اهو سميه طلعت في البخار. بصوا اهم حاجه تخلي بالك وانت بتضربيه وهو سخن كده، لازم يبقى فيه فتحه في الخلاط بتاعك عشان يطلع السخونيه او اللي يطلع البخار، مش ما تتلسعيش يعني، او تستني لما يبرد خالص وبعد كده ايه اضربيه في الخلاط، يعني ايا كان ايه اللي انت حباه. بسم الله. اهو زي ما انتم شايفين اصفر كهرمان. خلص بقى الكميه بتاعتي كلها وارجع لكم تاني عشان وقتكم. ضربنا كل الكميه اهي زي ما انتم شايفين. نجيب الحله اللي انا سلقت فيها العدس، هنزل بقى بالعدس بتاعي كله وهو سخن كده. هضيف مكعبين ماجي، وهضيف كمون، حبة شطة حمراء بس مش كتير عشان الشطة الحمراء دي بتبقى حامية، اختياري يعني على حسب انتي ما انتي حابة. وكمان هظبط بقى الملح بتاعي، هظبط الملح بتاعي طبعا. دوقي بقى انتي بقى بتدوبي المرقة، وش المرقة بيبقى اوريدي فيها ملح، بتدوبي المرقة وبتحطيه بقى على النار لحد ما ايه ما الملح بتاعي يظبط والتوابل كلها تدخل فيه. يلا بينا بقى قبل ما هو كمان ياخد معايا غلوة كده اعمل التقلية بتاعته. ارفعه على النار واجيلكوا تاني. نعمل بقى التقلية بتاعة العدس. نجيب بصلاية متوسطة ونبشرها، بصي في المرحلة دي بقى اللي بيحب يضيف مرقة، بيحب يضيف شعرية، اللي بيحب يضيف لسان عصفور بيضيف، بس احنا بنحبه كده زي الشوربة بتبقى سادة، مش بنحب نحط مكرونة فيه عشان المكرونة بتتقله. احنا هي البصلاية هنزل بقى بشوية زيت كده، ويلا بينا نرفعهم على النار. بصوا لما رفعناه على النار وبدأ اللي هو يغلي معايا، انتوا شايفين كده،
سيبه بقى واطي عليه لحد ما ايه ما اعمل التقليه بتاعته اللي انتوا زي ما انتوا شايفينها كده. اول ما تحمر معايا هوريها لكم. احلى بقى طشه البصل للعدس، احلى تقليه، احلى تقليه ممكن تسمعها كده يا جماله. بصوا يا جماعه تحفه والله، تحفه تحفه تحفه، مش قادره اقول لكم على ريحته ولا طعمه. التقليه بتاعته الروعه، قوامه. هاخده بقى غلوه واحده بس على البوتاجاز عشان خاطر البصل كده يبدا ايه يدوب معايا. بس هنغرف بقى احلى طبق عدس ممكن تاكليه في حياتك كلها. بصوا الجمال، بصوا التحفه، تحفه. العيش ده كله دلوقتي هنحمره في الزيت وهنحط عليه كمون وحبه ملح عشان ناكل بيه العدس التحفه بتاعنا ده. هنغرفه مع بعض دلوقتي واوريكم عامل ازاي. ويلا بينا نقلي العيش ده في الزيت عشان محدش يقول انا جايباه جاهز من بره. انا بوريهولكم اهو قبل ما اقليه. انا قطعته مكعبات زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بيه بالزيت السخن جدا 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 واوريهولكم بعد ما اقليه عامل ازاي. مش هنقلبه، احنا كده ضفناه في الزيت السخن جدا. هنسيبه بقى لحد ايه ما ياخد معايا لون كده وينشف معايا، واروح مقلباه واطلعه بقى واصفيه في مصفى. وبعد كده هوريهولكم برده بعد ما يتحمر معايا في الزيت بيبقى طعمه عامل ازاي. بيبقى احلى عيش ممكن تاكليه مع شوربه العدس في حياتك كلها. عظمه العظمه. بصوا يا جماعه بعد ما قليناه اهو هنضيف عليه بقى حبه الكمون بتوعنا التحفه. حبه كمون حلوين يعني، الكمون في مع العيش المحمر ده بيبقى تحفه تحفه تحفه. نضيف كمان حبه ملح. هسيبه بقى، بصوا هنرفع قرمشته تحفه. هعمل بقى الكميه كلها بالكمون. بصوا طعمه مش قادره اقول لكم طعمه عامل ازاي. كمان لما اضيف عليه كده بصوا جمال. مفيش حاجه توصف الطعم الرائع ده. خلاص الكميه كلها وهغرف معاكم الاكل واوريكم بقى الشكل النهائي كله عامل ازاي. احلى اكله بقى في الشتا ده. يلا بينا نغرف العدس التحفه بتاعنا. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الحلويات. كهرمان كهرمان كهرمان. بصوا الكهرمان، بصوا الجمال. طعم وريحه ولون وكل حاجه كل حاجه. مش هحط عليه خضار غير الجزر بس. بصوا التحفه مع العيش بقى التحفه ده. بصوا الجمال. تحفه 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 تحفه. متنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعه الكامله مع اللايك.